اهبط يا ودي اهبط. عمل ربي في بالك واحد. ما تكلمنيش وسع بالك، راهو ما يصيرش هكا، كل مشكله لها حل. وسع بالك. فديت حتى انت كيفي، راهو شو اللي عاجبك؟ فما كاين العوش وكيزاتك مكسره والعباد والسبل والهم. هيا تروح مع بعضنا. 1 2. هو راهو تنجم تفرح على خاطر العيشه في تونس راهي هديه الهيه ما ينجم يعطيها لك يا ربي. لا ما بالحق فما حوايج صغرونات هكا يعجبوني على الاخر في المجتمع بتاعنا، ماذا بيا كان نحكيو عليهم. بار اكزومبل انت باش تكون تونسي صحيح فما حوايج لازمك تبعد عليها وتحاول انك تبعد عليها الناس الماكسيموم. وهكا اللي يقولوا له هوايات وغرام كله ما عنده حتى معنى. وعمرك شريت تونسي يمارس في هوايته بسلام. اي ما كيما تفهمنا غدوه الصباح نورمالمون. ايش شوف سيف ايش قاعد يعمل ايش؟ يا سيف شنو هكا اللي في يدك ايش قاعد تعمل؟ شيء والله فديت ما بقيت ما نعمل، قاعد نقرا في الكتاب. ويش بيه سيف يا اخي ايش خير؟ يا سيف مو لاباس نقرا في كتاب عادي يا ولدي، شيخ حكايه بيزار هذه. الو بربي الدكتور عبد الحميد هكا لقينا واحد هنا شاد كتاب ما ندراش يعمل له، بربي يقول لي شنو نعمل مع حالته صايبه. تطعنه زوجته 11 طعنة اثر اكتشافها رسائل من احدى عشيقاتها. هيك انفاس. اما راهو التونسي وبالطبيعه مش الكل يحكم على المواقف وعلى العباد بالمظاهر، وفي المواقف هذه نيتو ديما تلقاها بليز موا مقعمزه. وجينيرالمون العباد اللي كيما هكا ينطبق عليهم هذاك المثل الجمل ما يراش على وجه كرمته. تفرج قلة الحياة، تفرج كي الطفلة اش قاعدة تعمل. اش بيك فهمت؟ اش بيك يا اخي اش قاعد تعمل؟ تبالك شي خوها وقاعد تعمل. اش بيك نية يا ديما اخوها نتاعك هاك تيطفوا في الشارع، اش قاعدين يعملوا؟ هاك ماش احترام في الشارع في الشارع. تيجي قدام. وي يا حبي اي كيفاه؟ ملتقى ورا الطابية كالعادة راني جيتك. وزيد من اكثر الحوايج اللي يتألق فيها التونسي بصفة غير عادية هي التنسنيس. العباد اللي كي هكا ما تفهمش اش دخلك وخاطيك وش يهمك، كل حاجة لازمها تتعرف، وكي تعرف حاجة رد بالك تستحفظ بها روحك. هاي انت شكت له بعدين ديما هكا انت تعيط وما تخلينيش نتكلم، انت خليني نعبر عن روحي. لازم العناد لكل مرة هكا، كل مرة مش نقعدوا هكا. لا خاطر والله ديما كنت هكا. استنى لحظة استنى. يعني هذا الكل على خاطر كومنتات في الفيسبوك هكا. قاعدين تعرفوا والله تسمع فيه في الكلام، مش انت هذا الراجل هذا تسمع فيه في الكلام، مش يضربها منظم مش يضربها. اما كي تركز في التونسي في الواقع وكيفاش يحكي على المشاكل نتاعو ما تنجمش تفهم، تحس ان التونسي عنده انفصام في الشخصيه، والمشاكل نتاعنا تحذر وتغيب. وان اكثر ما يقلق المواطن التونسي في هذه الفتره هو تدهور المقدره الشرائيه بشكل رهيب. ولدينا الان مراسلنا الصحفي سيف على عين المكان لكي ينقل لكم بعض ردود افعال المواطنين. سيف لك الكلمه. شكرا جزيلا زميلي العزيز. كما نعلم غلاء المعيشة هو أحد الأسباب الرئيسية في تدهور المقدرة الشرائية للمواطن، ونحن الآن بصدد استجواب بعض المواطنين، ولدينا الآن مواطن يريد أن يدلي برأيه. تفضل أخي العزيز. أي نعم خويا، أنا نحب نوصل صوتي ونقول اللي الغلاء اللي قاعد صاير ماهوش معقول. كيلو الفحوص 5000، وين الدولة؟ كيلو الطماطم 6000، البطاطا 7000. قاعد 3 سنين ما كليتش اللحم، 3 سنين. الحوت نسيت منظر، نسيت حتى ريح، حتى القدس ما قاش لاحق عليه. نحب نقول للحكومة اللي معلم وينك؟ وين الصهرية كيفاه؟ يعني أنا تو نجيبانة أمريكا. هادي تو نجيبانة للصهرية كيما جات لي تراس العام، ما تفكرش وقت هبطنا على نتاع الدجاج ونتاع القطة تخش على الدنيا مشتوفة. أي الفلوس موجود، يعني الفلوس موجودة، ايش فيك أنت؟ باهي يعني كروي باهي فهمني خويا، والله الواحد ما بقاش خالد الدم ما بقاش ياخذ الخبز وما. وكي تسأل روحك ترى شنو أكثر بلاصة يمشي لها التونسي في حياته اليومية؟
اي هاك طلعتها القهوه. اي نعرف اللي القهوه تجي تقعد فيها تشوف اصحابك تعملوا جو، ما هيش هيك المشكله اللي احنا قاعدين كل نهار في القهوه، وساعات كيلو ديبيوتيك مرتين في النهار، وكي تسال روحك ترى اسكو القعده كل نهار في القهوه، خاصه كان عندك صحاب كل اللي تلاني بيهم ربي، قاعد تصور منها حاجه. عندك كويز بارك رينجرز ونيوكاسل. خلاص طول عمرك هكا انت مش تقعد. حق نسيت ما قلت لكمش، لأن إن شاء الله قاعد نخمم هكا في البريود دي باش نعمل مشروع. يا ساقط تحب تضرب تلم الباكو، تعمل مرسيدس وتعمل الكرش وتولي تتعدى موقع ستاند بالليل وش مشاريع ترى فيهم مرسيدسات. دي ماكسيموم يحل حانون 3-4 أيام، الشيكات الكل ترجع بيه وتدخل عليه طفي روحك. والله فديت الزعل، نحب كيفاش نكون شوية خلينا نجي نعرس. تحب تعرس؟ وتولي وي الو يا حبي جيب زوز باكيت، ويقول لها لا يا حبي خذ زوز باكيت وحدك، انا تو في ليبيا هبط علي عادي منفذ بقى الشيكات نتاعك المشروع. والله العظيم انا وين غلط، عملتكم قيمه وقدرنا نحكي معاكم ما تستاهلوش، تف عليكم الزوز. على فكره راهو التونسي صبور على الاخر وعنده طاقه تحمل كبيره، واذا كان تحب تثبت من الحكايه هذه اخرج الكياس وشوف الكرهب. ريت انت كي تبدا تسوق في تونس، لا قصدي كي تبدا تسوق في تونس يمشي زي البيم هكا هو اللي يسوق، موش منك من البيم اللي عطاك البيرمي تمشي. لا مازال كي تبدا تسوق في تونس. امشي يا ودي امشي، الكياس هذا مازال جديد كامله ما فماش احفر نمشي. اما احنا عندنا مشكله كبيره راهو في السياقه، وعندنا مشكله اكبر مع الاشارات المروريه، وفما عباد عندهم غرام غير عادي بحاجه في الكهرباء. ما قصديش يا ربي قصديش. اما من الحوايج الباهيه في التونسي انه يفهم في كل شيء، بالرسمي يفهم في كل شيء، اي حاجه تحب تناقشوا فيها يجي يناقشك، وماهوش على كيفك راهو، لازم يناقشك ولازمك تفهم اللي التونسي يفهم في كل شيء. السلام عليكم. وينك يا معلم؟ ايش تعمل؟ ترجع الماتش؟ تعرف شنو مشكلتنا احنا في الكوره في تونس؟ تو انك تغزر مثلا المنتخب يلعب 4-4-2، فما تلقى في التشكيله في التيران ما تراش 4-4-2، ترى 5-6-4-2. دونك ريت كي تحط 4-4-2 وتحط زوز في الميليو في الوسط يعملوا عرفت يدوروا تحط واحد يمدينا بالكوره، خلي الواحد يحط حاجه اخرى يتفرج فيها. اجرى الرئيس الامريكي باراك اوباما الحكايه دي عمرها ما مش تحل تعرف عليها، خاطر في الاصل السعوديه وايران، هي ايران على الاول ما حبتش، ريتوا هكا هي بالنوار ابنه هكا قتلوه. هلا خطرت مع القلب بالله. المقرونه والمكونات ريت بعد ساعات ما تخمرش العجنه عليها. تو انت كي تحط الفرينه وتحط الحليب وتحط الخميره، هيك الخميره الاسطنطينيه ما تحطش الغرق، كي تحط انت الخميره وتعجن يطلعوا هكا الكعبر، هيك الكعبر ما لازمكش تحطهم باش شو الوضع. ريت في المسلسل هذا وقت اللي السلطان بعث باش يقتل مصطفى وناداله هيام، سمعت هيام، ومن بعد في الحلقات اللي بيجيو خاطر انا تفرجت عليه نعرف سليم ما عم بيقصر الهم يفهم كل شيء. خلينيش نكمل نحكي اونفال واحد ارتاح، اونفال واحد فريد باشا. فهمتني شو كنت نحكي لك؟ تو انت كريتك سليم وبيزيد مش يتعاركوا مش يقعد واحد في الاخر، وهي اصلا مش تتدمر. على كل بغض النظر على الحوايج النيجاتيف اللي كنا نحكيو فيها، اللي ان شاء الله بشويه تو نرتاحوا منها. المواطن التونسي السمح كيما تقول كعيبه شوكولاته وانت تجي تشدها، اما هي ما تحبش تتشد. اعمل جيم وبارتاجي وباي باي.